نعم سيدي أعزك الله، يحظى بشرف الاستقبال والتوشيح من طرف جلالتكم نصركم الله رئيس الجامعة ولاعب المنتخب الوطني لكرة القدم المتألق في نهائية كأس العالم قطر 2022، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي القجع. وسام العرش درجة قائد. الناخب الوطني السيد وليد الركراكي. الملكي لمدرب المنتخب الوطني وليد الركراكي الذي استطاع في زمن قياسي بضعة أشهر من تكوين فريق من اللاعبين يتمتع بالتماسك والروح القتالية. وسام العرش درجة قائد. بحرفية عالية وتنافسية قوية وغيرة وطنية صادقة وقيم إنسانية راقية أدى الفريق الوطني منافسات بطولية. اللاعبون السيد غانم سايس محترف بنادي بشكتاش التركي. وسام العرش درجة ضابط. تكريم ملكي لعميد الفريق الوطني غانم سايس الذي أبان عن روح قيادية في مختلف مباريات المونديال التي جمعت الفريق السيد الوطني. ياسين بونو محترف بنادي FC سيفيل الإسباني. وسام العرش درجة ضابط. حامي عرين أسود الأطلس ياسين بونو أول حارس مرمى إفريقي يحافظ على نظافة شباكه خلال 3 مباريات. أرقام قياسية عديدة دخلت سجل مفاخر النخبة الوطنية. السيد أشرف حكيمي محترف بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي. أشرف حكيمي. وسام العرش درجة ضابط. أشرف حكيمي تجربة فريدة متفردة كمدافع يحسب له 1000 حساب وجدار منيع انكسرت أمامه كرات الخصم تباعا، وتكريم ملكي لجلالة الملك حفظه الله نصره الله. السيد ناصر المزراوي محترف بنادي بايرن ميونخ الألماني. وسام العرش درجة ضابط. نصير المزراوي ذراع آخر من أذرع دفاع المنتخب الوطني الذين عزفوا على أرضية ملاعب قطر سيمفونية مجد كرة القدم المغربية. السيد سفيان أمرابط محترف بنادي فيورنتينا الإيطالي. وسام العرش درجة ضابط. وسط الميدان سفيان مرابط وواسطة عقد المنتخب الوطني النفيس بكل عناصره المتسمة بالاحترافية العالية والتنافسية القوية، كان حاضرا بقوة في المقابلات ال7 لأسود الأطلس. السيد نايف أقرد محترف من نادي ويست هام الإنجليزي، خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. وسام العرش درجة ضابط. المدافع نايف أقرد هو ورفاقه من أجل الوطن هانت الإصابات وحشدت الهمم، فرفع العلم الوطني عاليا زياش تهون في سبيله محترف كل بنادي المحن. تشيلسي الإنجليزي. وسام العرش درجة ضابط. حكيم زياش ذو القدم اليسرى الذهبية والروح القتالية العالية، المؤمن حتى النخاع بأن النصر لا طعم له إلا تحت الراية الحمراء بالنجمة الخضراء. محترف بنادي أنجي الفرنسي، خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. وسام العرش درجة ضابط. عز الدين ناحية الضوء الساطع في كل اتجاهات الملعب وثمرة من ثمار أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. سيد عبد الرزاق حمد الله محترف بنادي اتحاد جدة السعودي.
عبد الرزاق حمد الله إسهام وسام في العرش صنع درجة الضابط. لحظات مونديال 2022. سيد أنس زروري محترف بنادي بيرلي الإنجليزي. وسام العرش درجة الضابط. أنس زروري سواعد قوية واعدة لمنتخب قوي متماسك حقق فوزا كان حلما صار حقيقة وشرع الباب نحو عطاءات هي اليوم أحلام محترف ومفخرة. بنادي سامبدوريا الإيطالي. وسام العرش درجة الضابط. قصة نجاح كروية أخرى أضافت لسجلها صفحات مشرقة في مونديال قطر. سيد منير الكجوي محترف بنادي الوحدة السعودي. وسام العرش درجة الضابط. منير الكجوي شباك مرمى ملعب تمامة ستظل شاهدة على بلائه الحسن في مباراة المغرب ضد بلجيكا. محترف بنادي كوينز بارك رانجرز الإنجليزي. وسام العرش درجة الضابط. إلياس الشاعر نصف نهائي كأس العالم كان حلما واللعب من أجل الوطن والفرصة لتقديم محترف الأفضل. بنادي تولوز الفرنسي. وسام العرش درجة الضابط. زكريا بوخلال عزيمة وإرادة لمهاجم لا تفتر، وإن وصلت إلى شباك الخصم وحققت الهدف فالعود والمسير من جديد نحو الشباك هو الأمل. محترف بنادي ستاندارد دو لياج البلجيكي. وسام العرش درجة الضابط. سليم أملاح شغف قوي بالقميص الوطني وإرادة تتحدى الصعاب بتشريفه والشرف للارتداء. زلزولي محترف بنادي أوساسونا الإسباني. وسام العرش درجة الضابط. عبد الصمد الزلزولي إذا كان للطموح مرادف فالزلزول الشاب مرادفه ويكاد اسمه يوازي في إعلاه في الملاعب. محترف بنادي أونجي الفرنسي. وسام العرش درجة الضابط. سفيان بوفال لن ينسى العالم رقصة بوفال رفقة والدته بعد الفوز على منتخب البرتغال، وهي ليست رقصة فرح بفوز كروي فقط، محترف بنادي الريال بياضوليد الإسباني، بل هي عنوان قيم إنسانية نبيلة. جواد اليميق. وسام العرش درجة الضابط. المدافع الشرس، جود وعطاء بلا حدود على أرضية الملعب. أسد متشرب بروح قتالية. محترف بنادي اف سي سيفيل الإسباني، خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. وسام العرش درجة الضابط. يوسف النصيري من تربى على أرض أكاديمية محمد السادس لكرة القدم لن يرضى إلا بالنصر. سيد أشرف داري محترف بنادي ستاد بريست والفرنسي. وسام العرش درجة الضابط. أشرف داري مسار مشرف وموهبة كروية لبت نداء الواجب الوطني. سيد وليد شديرة محترف بنادي باري الإيطالي. وسام العرش درجة الضابط. وليد شديرة مهاجم المنتخب الوطني، فخر واعتزاز بالقميص الوطني وجهد تلو جهد، فالمطلب عزيز وجسر العبور إليه مليء بالمطبات. سيد أحمد رضا التقناوتي محترف بنادي الوداد البيضاوي، خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. وسام العرش درجة الضابط. أحمد رضا التقناوتي حارس بمؤهلات عالية، فالأرضية التي أنبتته هي أرضية أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. محترف بنادي جانك البلجيكي. وسام العرش درجة الضابط. بلال خنوس صغير في عمره كبير في وطنيته، عملاق في حلمه، أخلاق الكبار وعزيمة سيد الشباب. بدر بانون محترف بنادي قطر الرياضي. وسام العرش درجة الضابط. بدر بانون احترافيته وأخلاقه العالية وقود وطنيته التي يضخها قلبه الناضج بحب الوطن، محترف بنادي الوداد البيضاوي. وسام العرش من درجة الضابط. يحيى عطية الله الإدريسي
لأن الهدف واحد وقبله الحلم واحد، فإن الموعد أصبح واحد أيضا، وعلى أرض واحدة تجسدت الإرادات. أخيرا السيد يحيى جبران محترف بنادي الوداد البيضاوي. وسام العرش درجة ضابط. يحيى جبران من كل المشارب الكروية تشربوا، والتحمت الخبرة بالخبرة، وزادت الإرادة الكتيبة قوة، فالتألق أبدا لم يكن صدفة، هو عمل شاق ومسار الله يبارك طويل، سيدي. لكن بنفس الإصرار والتحدي تحقق ما كان يبدو مستحيلا. استقبال